منورين يا شباب، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد راوتر اورنج الجديد الفي دي اس ال موديل اتش 188 اي. تمام. كل اللي علينا هنبدأ نغير الباسورد بتاع الواي فاي ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، ونعمل تغيير لاسم شبكة الواي فاي بكل سهولة وبساطة ان شاء الله. تمام. كل اللي علينا هنكون سواء من على الموبايل او من على جهاز الكمبيوتر هنبدأ نفتح متصفح. كل اللي علينا هنبدأ نضغط 192.168.1.1.1 وهقول انتر. هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده كده. تمام. هيقول لك ويلكم تو اتش 188 اي. ملحوظة يا شباب، لو الراوتر بتاعك موديل اتش 188 اي سواء في شركة اورنج فودافون اتصالات فهي نفس السيستم. تمام. مش هيختلف كتير، ولكن هو نفس السيستم ونفس الشكل، لان ده اتش 188 اي ده موديل الراوتر الاساسي، ولكن كل شركه بتحط السوفت وير بتاعها طبعا، سواء سوفت وير بتاع اورنج، لو لاحظت هتلاقي هنا في لوجو اورنج، سواء سوفت وير بتاع شركه فودافون اتصالات تمام. فاهم حاجه يكون الموديل اتش 188 اي، ما يهمش بقى الراوتر بتاعك خاص بشركه ايه. تمام. كل اللي علينا هيطلب مننا يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد، امسك الراوتر بتاعك واقلبه كده في الظهر، هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد، هتبدا تكتبهم في المكان ده. نكتب اليوزر نيم والباسورد ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر، كل اللي علينا هنبدا نضغط على لوج ان. هيبدأ يفتح معانا الراوتر بالشكل ده. تمام. أول حاجة هنبدأ نضغط عليها لوكال نتورك، نضغط على لوكال نتورك، بعد كده نختار حاجة اسمها دبليو لان. بعد الدبليو لان هتختار حاجة اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنضغط عليها. تمام. هيظهر معانا الشبكات بالشكل ده كده. تمام. طيب، لو انتوا لاحظتوا كده يا شباب هتلاقيني طبعا انا فاتح شبكتين على شبكة 2.4. تمام. اللي هي اس اس اي دي 1 واس اس اي دي 2، فاتح شبكتين على الراوتر. تمام. واقدر افتح كمان لحد 8 شبكات. تمام. طبعا احنا معانا اس اس اي دي 1 و2 و3 و4، ده الشبكه بتاع 2.4. تمام. وعندنا بتاع اس اس اي دي 5 و6 و7 و8، ده للراوتر اللي هو فائق السرعات طبعا، اللي احنا بنتكلم عليه بموديل اتش 188 اي. الخمس شبكات دول اللي هو 5 و6 و7 و8، ده الشبكه بتاعت 5 جيجا هرتز. تمام. كل اللي علينا هنضغط على شبكه واحده اللي احنا هنبدا نعدل عليها طبعا. ولو حبيت تعدل على اي شبكه هي نفس اللي احنا هنعمله، الخطوات اللي احنا هنعملها هنا هي نفس الخطوات. كل اللي علينا هنضغط على اس اس اي دي 1 بالشكل ده كده. هنيجي عند اس اس اي دي نيم، هنا طبعا مكتوب بي كيو دي زد. تمام. احنا ممكن نيجي نكتب مثلا وليكن احمد. تمام. سواء بقى حروف كابيتال سواء حروف سمول. تمام. طيب انا كده غيرت اسم شبكة الواي فاي بتاعتي. تمام. طيب انا عايز اعمل بقى اخفاء لشبكة الواي فاي. هنيجي عند اس اس اي دي هايد. تمام. وهنضغط على اون كده بالشكل ده كده، انت عملت اخفاء لشبكة الواي فاي بتاعتك. تمام. هنيجي للخيار الثالث اللي هو هنختار الحماية، هنبدأ نضغط عليه ونختار اخر حماية اللي هي WBA 2 بي داش بي اس كي داش تي كي اي بي، اللي هو ده اخر خيار يعني. تمام. طيب هنيجي هنا لاخر حاجه واهم حاجه، وهي تغيير باسورد الواي فاي. تمام. باسورد الواي فاي لو حضرتك عايز تغيره، كل اللي عليك هتبدا تكتب مثلا وليكن الباسورد كده. تمام. انا كده كتبت باسورد الواي فاي. طيب انا بعد ما كتبت الباسورد بتاع الواي فاي، فانا مش عارف انا كتبت ايه، حرف زياده حرف ناقص، فمش عارف انا كتبت ايه، فخايف احفظ البيانات وفي الاخر يبدا اكتب الباسورد يقول لي غلط. تمام. فكل اللي علينا هنيجي على المربع ده وهنضغط على كلمه شو باسورد على المربع ده، نحدده كده، هيبدا يكتب لك انت كتبت ايه بالظبط، فانت هتكون عارف انت كتبت ايه. تمام. فانا بالنسبه لي انا عرفت اللي انا كتبت ايه، فخلاص. تمام. بعد كده هبدأ أضغط مثلا على أبلاي. لو ضغطت على أبلاي هيبدأ يحفظ لي البيانات. تمام. طيب هكرر الخيار ده تاني.
تمام، اللي هو بتاع تغيير الباسورد. انا دلوقتي جيت كتبت الباسورد بتاعي مثلا، بعد ما كتبت الباسورد بتاعي انا مش عارف انا حطيت حرف زياده او حرف ناقص. تمام، فاعرف ازاي اذا كنت انا كاتب الباسورد صح او غلط؟ كل اللي علينا نضغط على المربع ده على شو باسورد، هيبدا يظهر معانا بالشكل ده. تمام، ظهر معانا بالشكل ده وتاكدنا الباسورد اللي احنا كاتبينه صحيح 100%، فخلاص هنبدأ نضغط على ابلاي وهنقول اوكي. هيبدأ يتم معانا حفظ البيانات. تمام كده، بالطريقة ديت انت غيرت اسم شبكة الواي فاي وعملت اخفاء لشبكة الواي فاي واخترت اقوى حماية، وبعد كده بدأت ايه؟ تغير باسورد الواي فاي. تمام، نصيحة مني أخيرة، لو هتعمل إخفاء لشبكة الواي فاي تمام فخليها حرف أو حرفين. يعني أنا ممكن مثلا أخليها حرفين بحيث لما أجي أعمل إضافة شبكة ما أقعدش أكتب حروف كتير. تمام، أكتب اي اتش بس. ولكن ملحوظة، أنت هنا طبعا في شبكة ديت مكتوب اس اي دي نيم، هتبدأ تكتب اورنج داش اي اتش. تمام، يعني الكلمه دي انت لازم تكتبها، يعني لازم تكتب في اسم شبكه الواي فاي بعد ما عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. فانت لما تيجي تعمل اضافه لاي حد مثلا تضيف شبكه الواي فاي هتضطر تكتب اورنج، بعد كده داش، بعد كده تكتب الحرفين اللي انت عملتهم دول. ولكن احنا ممكن نخليها برضو نسهلها على حضرتك، تبدا تخليها حرف واحد، يبقى هتكتب اورنج داش وحرف الاي. تمام، طيب لو حضرتك بقى عايز تخفي كلمة اورنج خالص من الشبكة، في فيديوهات سابقة احنا اتكلمنا عنها، ولكن برضو سيب لي كومنت اسفل الفيديو. تمام، اعمل لي تعليق كده وقول لي احنا عايزين نعمل اخفاء لكلمة اورنج المزعجة من اسم الشبكة، بحيث لما تيجي تبحث تمام تلاقي ما تقعدش مثلا تكتب مثلا اورنج داش بعد كده حرف الايه لو انت عامل اخفاء للشبكه. طيب لو انت مش عامل اخفاء للشبكه، الشبكه بتاعتك هتظهر معاك بالشكل ده اورنج داش حرف الايه. تمام، فانت عايز تعمل اخفاء للشبكه، فانت عايز تشيل كلمه اورنج داش وتبدا مثلا تكون عامل اخفاء للشبكه، تبدا تكتب حرف واحد اللي هو حرف الاي. تمام، فانت لو حابب نتكلم عن الموضوع ده، احنا طبعا زي ما قلنا كده اتكلمنا في فيديوهات سابقه، ولكن لو انت حابب نتكلم في الخطوه دي بالذات ازاي تخفي كلمه اورنج من الشبكه، يبقى خفينا كلمه اورنج مثلا ونخلي اسم الشبكه اللي يكون ظاهر سواء احمد محمد علي، او نخلي الاسم ده، او نخلي الشبكه بتاعتنا حرف او حرفين، بحيث لما نيجي نعمل اضافه شبكه يبقى نكتب حرف الاي بس او حرف الاي اتش بس. تمام، فبالتالي يبقى انت كده عملت اخفاء لكلمه اورنج داش من الشبكه. سيب لي كومنت اسفل الفيديو وقول لي ازاي نعمل اخفاء لكلمه اورنج المزعجه من اسم شبكه الواي فاي. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل، واسف جدا لو الفيديو طال بينا. السلام عليكم.